مساء الفل. اللي حصل النهارده في مؤتمر سامسونج 2025 مش تحديث عادي، ده ثوره في عالم الفولدبل. التحول الحقيقي اللي حصل في الجالاكسي فولد 7 بقى سمك الجهاز وهو مقفول 8.9 مللي، والجهاز وهو مفتوح بقى 4.8 مللي، ووزن الجهاز 215 جرام، وده كده يبقى اخف وانحف فولد لحد دلوقتي. سامسونج دلعتنا السنه دي وادتنا الشاشه الخارجيه 6.5 انش والشاشه الداخليه 8 انش، مساحه اكبر بنسبه 11% من الاجيال اللي فاتت. وبالنسبه للكريز، سامسونج استخدمت الووتر دروب عشان تقلل اي تجاعيد. نيجي بقى للكاميرات، وده يبقى اول فولدبل جه ب 200 ميجا بكسل كاميرا اساسيه، والكاميرا الالترا وايد 12، والكاميرا الزوم 10 ميجا بكسل. والكاميرا السيلفي السنه دي هي بقت ظاهره في الشاشه عادي، مش زي الاجيال اللي فاتت كانت تحت الشاشه، وبقت بتيجي بدقه 10 ميجا بكسل بدل 4 ميجا بكسل. والنايت مود في الكاميرات بقى بيعتمد بشكل رئيسي على الاي اي. نيجي بقى للبروسيسور. البروسيسور هو جاي سناب دراجون 8 اليت 4 جالاكسي مع 12 جيجا رام، وفي نسخه 16 جيجا رام، وطبعا الاستورج 256 512 1 تيرا. نيجي بقى للبطاريه 4400 ملي امبير، وده يخلي الجهاز اخف وامتع. نيجي بقى للمفاجاه اللي سامسونج عملتها، ان سامسونج اطلقت الواجهه الجديده الوان يو اي 8.0 مع الاندرويد 16، وده يخلي ان الجهاز بيدعم تحديثات 7 سنين قدام. نيجي بقى لتاني موبايل معانا واللي حصل فيه تطور كبير جدا، الزي فليب 7 اللي جاي بشاشه 4 انش من بره، زي ما انت سمعت 4 انش من بره فعلا، وبتدعم 120 هرتز وسطوع 2600 نتس. ودلوقتي طبعا مع الشاشه الكبيره بقت تقدر تتفرج على فيديوهات يوتيوب، تستخدم جوجل مابس، ترد على النوتيفيكيشن من غير ما تفتح الجهاز اصلا. وده ليه بقى؟ لان الكاميرا والفلاش بقوا جوه الشاشه، والتصميم من غير اي بروز خالص، وده طبعا خلى مسكه الجهاز في الايد احسن بكتير. ونيجي بقى لقسم الاي اي اللي سامسونج عرضته في المؤتمر، جيميناي لايف. دي اول حاجه، دلوقتي انت تقدر بالفليب وهو مقفول او الفولد وهو مقفول تدوس دوس على الزرار وتتفاعل مع الجهاز باي حاجه انت عايز تسالها لجيميناي وهو بيجاوبك عليها. السيركل تو سيرش هي موجوده في الاجهزه من زمان، بس دلوقتي دخلت في الالعاب، بمعنى يعني انت هتستخدم السيركل تو سيرش عشان تشرح لك اللعبه وعشان تحل لك الليفلات اللي انت مش عارف تعديها. وكعاده سامسونج ان انت تقدر تشيل اي حد من الصوره، وكمان بقت تقدر تعدل على الفيديوهات والوان الفيديوهات بكل سهوله. ونتكلم دلوقتي عن الفليب 7 اف اي، الجهاز اللي نزل بمواصفات قريبه من الفليب 6 مع الوان جديده. وكده نكون خلصنا من الموبايلات، ويلا بقى نخش على الساعات ونتكلم على الواتش الترا. الواتش الترا اللي جت بنفس الفيرجن القديم، اختلاف بس لون جديد. وتاني ساعه معانا الواتش 8 كلاسيك، الاشكال رجعت متطوره تاني، والبيزل روتيت رجع تاني، الشكل بقى ارفع واستخدامها بقى اسلس. الاطار هو مربع بس الشاشه لسه مدوره زي ما هي. ودقه تتبع الصحه والفتنس والنوم بقت اشد بكتير. ثالث ساعه الواتش 8 اللي بتيجي بتصميم قريب قوي من الكلاسيك بس من غير البيزل روتيت. البيزل روتيت اللي موجود هو تاتش زي العادي. والثلاث ساعات اللي معانا سامسونج دلعتهم في الاسترابات السنه دي وخلتهم بالوان كليك. ونيجي بقى لخلاصه المؤتمر، الفولد 7 بقت تقدر تستخدم الشاشه الخارجيه براحتك، مش زي زمان بتضطر تفتح الشاشه الداخليه. الفليب 7 بقت تقدر تتفرج على الفيديوهات وترد على النوتيفيكيشن من الشاشه الخارجيه بس. وطبعا حصل تطور في الكاميرات والسوفت وير والاي اي. ودي كانت خلاصه التليفونات. نيجي بقى لخلاصه الساعات، الواتش 8 والواتش 8 كلاسيك فيها تطور كبير على الجيل اللي فات، والواتش الترا ما فيهاش تطور كبير خالص، بس هو اللون الجديد حلو. استنونا الفتره الجايه هنتكلم عن كل جهاز منفصل. وده كان ملخص مؤتمر سامسونج في شهر 7 2025، وبس كده، سلام.